السلام عليكم. بعد غيبة طويلة جدا 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 انا حاليا في عربية ليموزين. معنى ان انا اكون في عربية ليموزين معناه ان انا في تركيا. Let's do it again and say welcome in Istanbul. Okay. بعدي على عيادة دكتور احمد بلوي اللي انا عملت فيها زراعة شعر. يجي ياخدوك VIP تطلع من هنا على هناك على طول. خلينا الفلوج النهارده. ادم حابب اجيب لك حاجة من هناك؟ بابا باي باي بابا. United Airlines. دلوقتي هنبدأ الرحلة على اسطنبول. والحمد لله في خلال 3 ساعات وصلت تركيا. أول ما تيجي تخرج من بوابة 8 تلاقيهم واقفين على طول عند اليافطة. أول ما جيت على طول قال لي استنى 5 دقايق السواق بتاعك جاي. قاعدين واقفين مستنيين. نفس السيرفيس بتاعت إليت هير بتاعت زراعة الشعر. يجي ياخدوك VIP تطلع من هنا على هناك على طول. حرفيا بالظبط زي الVIP سيرفيس اللي أنا حضرتها وانا رايح اعمل زراعه الشعر. ازازه ميه، النت لو عايز نت في العربيه، طبعا الكرسي فيه مساج وكل حاجه، يعني معامله VIP. هي يعتبر ليموزين كبيره. انا جاي تركيا علشان اعمل حاجتين. رقم 1 شغل، تقريبا هيكون الفيديو على ما اعتقد نزل، لو ما نزلش بقى لسه ينزل. الحاجة رقم 2 أنا جاي يعني بالمرة ما دام باجي طبعا تركيا، فبعدي على عيادة دكتور أحمد بلوي اللي أنا عملت فيها زراعة شعر علشان أسأله كام سؤال كده وأشوف النتيجة أخبارها لحد النهاردة. هل الشعر وقع في حاجة زي كده؟ الشعر هيقع طيب؟ يعني الأسئلة إيه اللي بتيجي في خيال كل واحد مننا يعني. بجانب إن أنا اكتشفت إن من أكتر الأسئلة بتتسأل أونلاين على المنطقة اللي بياخدوا منها الشعر، هل بتتشوه؟ هل بيبقى شكلها عار؟ الكلام ده كله. هي طبعا ولا شكلها عار ولا حاجه، هي بيبقى فيه نقط بيضاء. طبعا لو هتحلق شعرك زيرو وانت بشرتك سمرة زي كده شويه فهتبان، فاهم قصدي؟ انما لو انت بشرتك فاتحه جدا مش هيبان اي حاجه. ده لو بتحلق زيرو اللي ورا، يعني معرفش مين بيحلق اللي ورا زيرو. انما لو بتسيب فيها شويه شعر وكده فعادي. يعني مثلا انا الطول ده عادي جدا مش بيبين اي حاجه، والطول ده يعتبر اقصر حاجه انا بعملها اصلا، وهي اصلا باظت بيها. جو جميل قوي في تركيا. فانا بعد ما اخلص تصوير ان شاء الله انا عندي تشالنج رهيب. المكان اللي انا جاي اصوره دوت او اصور لهم يعني شغل، فانا اشتغلت معاهم قبل كده. فلما بصور لمكان او برودكت او حاجه معينه مره كمان بيبقى الموضوع صعب، اللي هو يعني طب انت عايزني اقول ايه؟ طب اقنع الناس ازاي؟ ولكن خلينا الفلوج النهارده نصور اليوم ماشي عامل ازاي بعد الشغل وقبل الشغل واليوم كله لحد ما نطلع الفندق ننام، اللي انا اصلا حجزته وما اعرفش شكله ايه ولا مكانه فين. ما شاء الله العربيه المرسيدس دي مجهزه بحاجات يعني حاجات خرافيه، يعني غير ما شاء الله الشاشه اللي بتعمل كل حاجه، والوضع البانوراما ده انا ممكن انزله اشوف السواق. يعني هنا في ثلاجه فيها ميه، انترنت عندهم عادي. المنظر جوه الشغل دوت شغل الاضاءات والحاجات بتاعت الرولز رويس ديت حاجه جامده قوي. تركب كده ازازه ميه، لو عايز يقف يجيب لك اكل هيجيب لك اكل. دي انا حاجه بصراحه بحترمها قوي 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 لما باجي تركيا. مثلا واحد يشتغل مع اي مكان هنا، مش زراعه شعر بس، يعني اي حاجه تانية. تركيا بصراحه في تقدم رهيب والله. Let's do it again and say welcome in Istanbul. Okay. Again, yeah. So, 3, 2. You can look to the camera if you like, or look to me, whatever you like. Yeah. 3, 2. والله الناس دي كويسه قوي، جايبين لي واحد كابتشينو جامد قوي، اللي هو حرفيا يعني البراند اللي لسه روجر فيدرر عامله، اللي هو اون. هو مستثمر في الشركه طبعا وبينتج معاهم جزم جامده قوي. برضه اتعمل منها التقليد اللي هو كوبي بالظبط. السؤال بقى الجميل، هل ده هيبقى فيه نفس الخامه بتاعت النعل؟ لان اون مشهورين اصلا، يعني اهم حاجه عندهم هو النعل ده. فده هيبقى سؤال جميل قوي. your account and put your account
and they can see. I put some videos from your like showing like this. Not people can see your account. Okay, bro. Thank you so much. I appreciate it. Thank you. Have a great day. See you again. See you. I hope. وبعد مرور 6-7 ساعات انا خلصت شغل. خلصت شغل ومش قادر اكيد انا حطيت شويه مشاهد من اللي انا صورته، ولكن انا حاليا خلصت وطالع على الفندق اللي انا اصلا ما اعرفش هو فين. هو على بعد كيلو و200 متر من هنا. 25 دقيقة. ليه 25 دقيقة؟ مش عارف انا. كيلو ونص. يا رب. يلا انا عايز اتمشى اصلا.